بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو. دي قناتي، لو اول مرة بتشوفوا القناة عندي اتمنى طبعا نشترك، واتمنى كمان حطوا لي لايك على الفيديو عشان ان شاء الله باذن الله اول ما انزل الفيديو يبدأ يوصل لحضراتكم. فتفعلوا كده حبايبي باللايك. بصوا بقى، فيديو النهارده هتكلم معاكم في حاجات كتيرة، هنوزن إن شاء الله عمر 35 يوم، وهنوزن عمر 40 يوم. وأنا كمان دبحت الفراخ النهاردة ونضفتها. هعمل لكم بقى فيديو إن شاء الله بإذن الله بتنظيف البطارية والتعقيم وذبح الفراخ والكلام ده كله، بس هخليها في فيديو تاني. تمام. أنا حابة أجاوب في فيديو النهاردة على سؤالين. كان حد بيقول لي هي التربية في البطارية بتعمل ريحة ولا لأ، وكمان كان حد بيسألني بيقول لي تنظيف البطارية ازاي. انا عملت بطارية بس مش عارفة انضفها لان سبلة الفراخ بتقف كده بين السلك، فيا ريت تورينا انتي بتعملي ايه. فان شاء الله باذن الله هقول لكم النهارده، هوضح كده باذن الله في الفيديو ده. بصوا حبايبي، مبدئيا البطارية ما بتعملش ريحة خالص خالص خالص. انا بقالي سنين، يعني مش سنة ولا سنتين ولا 3، انا بقالي سنين بربي في بطارية. من تجربتي في البطارية حلوة جدا جدا جدا. بتشيل معاكي لو انتي مش عندك مثلا مساحة، مكان صغير، بتشيل معاكي كمية كويسة. بس برضو من تجربتي في البطارية لما انتي بتضيقي على الفراخ ما بتفردش معاكي. فعشان كده تتأكدي مثلا، يعني مش مثلا يقولك متر في متر بياخد 10 فرخات، مفيش الكلام ده. انت لو حطيتي فيها 5 فرخات او 6 فرخات هيبقوا حلوين جدا. تمام. فلا، كل ما بتقللي شويه حضني براحتك فيها، بس كل ما بتدي الفرخ مساحته في طول البطاريه وفي عرضها بيفرق معاكي 180 درجه بطريقه رهيبه رهيبه. هوريكم دلوقتي على الميزان ان شاء الله، هنوزن اللقطه دي لما تيجي. هوريكم دلوقتي احنا وصلنا الاوزان عامله ازاي في البطاريه، علشان الناس اللي مقلقه من البطاريه. اتفرجي يا ست الكل على الاوزان عامله ازاي. عمر 40 يوم وذبحتهم كده وما شاء الله عليهم. طيب، ريحه؟ مفيش ريحه خالص. انت لو حابه تجيبي جير مطفي، يعني انت مثلا لو بتربي في بلكونه، مفيش مشكله. على الرغم ان احنا برضو بنربي في بلكونه اهو، بس الصراحه ما بجيبش جير مطفي خالص. ليه بقى؟ انا كل يوم بشد الادراج، كل يوم يوميا الادراج دي بتتنضف. عندي بديل الدرج، يعني بشيل درج وبحط درج. تمام. يوم في يوم مفيش، بغسل الادراج دي كويس جدا، شويه ميه كده وكلور، او شويه ميه واريال او اي حاجه، او صابون سائل، مفيش مشكله. وبصي عندك مقشه قديمه اغسلي، سيبيها شويه تتصفى كده، بيروح معاكي زي الفل. يبقى انت كده مفيش ريحه. حاجه كمان، دايما يوم في يوم مفيش، كنت بمسح عند الفراخ، بتسيقي المكان، بتكبي كده في المكان شويه ميه ومعطر حاجات من دي، ميه ونعناع حلو جدا. ده كده السبله اللي بتطلع من الدرج. بصوا هنا كده اهو، كانت برضو يعني كان لسه عمرهم صغير. فدي كده بقى لما بدأ عمرهم يبقى كبير. بصوا كل يوم كيسه كده، وبايه بتبداي ان انت عندك اللي هي سكينه المعجون دي، وتبداي ان انت تنضفي هنا. طيب انت بقى مشكله فعلا ان انت بتفرشي كده اهوت الشبك بيقف. فانا بعمل ايه؟ انا قطعه قماشه كده والفراخ موجوده، دايما بمسح تحتيهم كده، وممكن ارفع كده شويه الشبك كده زي ما انتم شايفين وبمسح. يعني هي قطعه قماشه هي اللي هتظبط معاكي الدنيا، تمسحي تحت رجليهم. تمام. فالدنيا تمام. انما البطاريه الخشب دي انا ما بمسحهاش، لان هي معايا زي الفل. انما صراحه ربنا البطاريه الحديد دي مش حلوه خالص. انما اللي هي الخشب بتاعتي دي اللي اتكسرت خلاص ما عادتش نافعه، ممتازه ممتازه معايا. بصوا بقى هنا اهوت، كنا عمر تقريبا، ما كناش تقريبا كملنا ال 35 يوم. تمام. تقريبا 33 34 حاجه زي كده. بصوا كانت الاوزان معايا عامله ازاي. 3 كيلو ونص، 3 كيلو ونص ما شاء الله. لا ده كمان 3 كيلو 600 جرام اهوت زي ما انتم شايفين. تمام. اهو بسم الله ما شاء الله. ده كده ديك، وزي ما انتم شايفين العرف بتاعه لسه صغير اهو ما شاء الله. طبعا في الوقت ده لو عايزه اذبح بذبح. ده كده الديك التاني كان عامل برضو اهوت زي ما انتم شايفين، داخل برضو. ده كده 3 كيلو ونص بقى اهو زي ما انتم شايفين. تمام. ما شاء الله الاوزان عندي حلوه جدا جدا. اهو انا كان عندي 3 ديوك وفرخه، مش عارفه انا وزنتهم بقى كلهم ولا لا، هنشوف مع بعض دلوقتي. المهم الاوزان كانت حلوه جدا، ما كناش قفلنا ال 35 يوم، كانوا عاملين 3 كيلو ونص. دي كده الفرخه. دي كده هي داخله على 3 كيلو اهو، فاضل لها بس 100 جرام او 200 جرام وتخش كده على 3 كيلو. فالاوزان حلوه جدا. سبتهم انا بقى الخمس ايام دول، سبتهم على ال 40 يوم.
كنت هنا كانوا قدامكم 5 فرخات، فأنا دبحت منهم فرخة وسِبت ال4 في البطارية دي. ال5 فرخات دول فرقوا ال4 فرخات دول عايزة أقول لكم فرقوا جامد في ال5 أيام. وطبعًا أنا مشغّلة لمبة موفّرة، ما باحطش حرارية خالص، خالص، وطول النهار أطفيها عادي، وآجي بقى من بعد العصر كده، من بعد المغرب أقصد، أبدأ بقى إن أنا إيه، أقفّل المكان عليهم وخلاص على كده وأشغّل اللمبة. إنما طول ما المكان عندي منوّر الصراحة ما باشغّلش لمبة ولا حاجة. أهو تمام. وطبعًا شغّالة معاهم بالخلطة الموفّرة اللي أنا كنت منزّلة لكم فيديو قبل كده، اللي هو العيش وحتّ فول والدشيشة والتقليبة، واتبقى عندي شوية رُز. بُصّوا بيسمّن معاكم. بعد الشهر حُطّي، اتبقى عندِك شوية رُز الله عليه، حُطّي كده على العلف، بُصّي هتلاقيهم بياكلوه معاكِ، ما فيش مشكلة. عايزة أقول لكم والله لمّا كان برضه بيتبقى عندنا شوية خضار، كنت باحط لهم شوية جرجير، شوية خضرة، كنت باقطّعها لهم وباحطها لهم. إحنا معوّدينهم على كده. ده كده أهوّة، ده كده بقوا 4 فرخات أهُمّة، واللمبة برضه الإيه، اللي هي الموفّرة. إحنا كده ده كده كان روتين ليل عندهم. طيب تعالوا بقى أقول لكم ما بتعملش ريحة طول ما أنتِ بتنضّفي. السبلة بتتشال يوميًا، يوميًا بتتشال. لو أنتِ حابة إن أنتِ السبلة في كيسة وتترمى، ما فيش مشكلة. حابة إن أنتِ بتدوّبي السبلة دي في في بلاستيكاية كده وشوية مَيّة حلوين وتدوّبيهم كده بحتّة خشبة وتكبّيهم أعزكم الله في عين الحمام، برضه ما فيش مشكلة. أنا كنت باعمل كده ساعات. وساعات بقى يعني إيه، لأ باحُط في كيسة وبارمي وخلاص. بُصّوا بقى هنا كده أهوّة، كُنّا عُمر 40 يوم أو 39 يوم. بُصّوا بسم الله ما شاء الله، أنتم شايفين الديك بقى عمل إزاي، شايفين بس ال5 أيام فرقت معاهم إزاي. طيب الديوك دي لو أنا سِبتها كمان على ال50 يوم، بُصّوا هتوصل ل6 كيلو، 6 كيلو معايا بسم الله ما شاء الله. هنا أهوّة على الميزانة الديك عامل 4 كيلو، 4 كيلو في عُمر كام، في عُمر 40 يوم أو 39 يوم. تمام. لو سِبتهم 10 أيام كمان كانوا هيوصلوا معايا 6 كيلو. بس الصراحة أنا قُلت خلاص كده، على الرغم إن هُم يعني ما بأكّلش علف لو اتبقى شوية رُز لو الكلام ده، بس عشان أنا برضه باربّي في بطارية، فأنا الصراحة عايزة أدبح بقى وأنضّف كده وأعقّم الدنيا عندي. ده كده أول ديك معايا. هاوزن كده إن شاء الله برضه الديك التاني وهاورّيه لكم برضه عامل قد إيه. لو أنتِ بتربّي فراخ لازم يكون عندِك الميزانة دي، علشان برضه توزني وتتابعي. كل أسبوع، كل 10 أيام توزني فراخِك كده وتشوفي الدنيا إيه. ده كده الديك التاني أهو. ما شاء الله نوع الفراخ قَب اللي بيتميّز معاكِ بالنقطة السمرا أو العلامة السمرا، حلو جدًا، جدًا. بيشيل لحم بطريقة رهيبة. بيتميّز معاكِ من منطقة الصدر، بيملي في منطقة الصدر بتاعه. بسم الله ما شاء الله. بُصّوا هنا كده أهوّة الديك التاني أهو. بُصّوا عامل برضه 4 كيلو، 4 كيلو وشوية كمان، يعني عامل 4 كيلو على الميزانة، 4 كيلو بالضبط. عامل برضه 4 كيلو زي ما أنتم شايفين ما شاء الله. أهو. الأوزان حلوة ومرضية وبالنسبة لي زي العسل، زي العسل. هابدأ كده هاشوف بقى فرخة تانية برضه، أو هاشوف بقى الديك التالت ده برضه عامل كام. أنتِ بقى متخيلة لو أنتِ رايحة بتشتري فرخة زي دي 4 كيلو هتدفعي فيها قد إيه؟ مبلغ، مبلغ، مبلغ محترم. فلأ الصراحة دخّلي الخير في بيتِك دايمًا باقول لِك كده، وهاتي لِك إن شاء الله 5 فرخات، 5 فرخات زي العسل. بُصّوا هنا أهيّة دي بقى داخلة على 4 كيلو، الديك التالت داخل على 4 كيلو. ده كان فيديو النهارده. أتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. استنوني بقى في فيديو التعقيم والتنضيف والدبح. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شجعوني حبايبي باللايك. مع السلامة.